مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتشوف الحلقه، ونبدا باول خبر مع بعض واللي بصراحه فرحني جدا واللي ممكن يفرح ناس كتير برضو، وهي ان بعد ما تريبل اتش اعلن عن اقامه عرض ماني ان ذا بانك في كندا بالتحديد في مدينه تورونتو، واللي هيبقى يوم 6 في شهر يوليو. فطلعت تسريبات دلوقتي بتقول ان متداول داخل اوراق الاتحاد من فريق الابداع اللي هو رئيسهم تريبل اتش انهم هيركزوا الفتره اللي جايه على المصارعين الكنديين، وبالاخص اكتر سامي زين وكيفن اوينز، وهم هيبقى المسؤولين اكتر عن ترويج لعرض ماني ان ذا بانك وهيتصدروا احداث العرض. فكده بنسبه كبيره قوي ممكن نشوف سامي زين هو اللي يكسب شنطه ماني ان ذا بانك او كيفن اوينز، او ممكن يكون ليهم ماتش على بطوله كبيره في العرض ده، سواء حزام ال WWE Undisputed Universal Champion او حزام الورلد هيفي ويت تشامبيون. وبصراحه انا لو شفت دي مع سامي زين سواء الشنطه او الحزام هفرح قوي جدا لسامي زين. سامي زين يا جدعان في WWE من 2013، يعني هو دلوقتي بقاله 10 سنين مع الاتحاد، فهو فعلا يستحق بطوله الاتحاد عن جداره، لانه ما اثرش مع WWE خالص. بيظهر في كل العروض الاسبوعيه، وكمان بيظهر في العروض المحليه مش بيأثر فيها، منتظم جدا مع الاتحاد ما بيغيبش خالص، حتى يمكن في اخر 3 سنين لو انتوا واخدين بالكم هو سامي زين ما غابش عن الاتحاد، فليه ما يتكرمش ببطوله كبيره؟ اتمنى ذلك. هو ام جي اف لسه مازال مع الاي اي دبليو ولا سابهم خلاص؟ هو طبعا الاي اي دبليو مش عايز اتاكد حوار ان الام جي اف معاهم، بس على حسب كلام الصحفي ديف ميلتزر قال ان ام جي اف مجدد العقد بتاعه مع الاتحاد الاي اي دبليو، والعقد الجديد بتاعه ده هيخلص لسه سنه 2027، لكن غيابه الحالي ده وعدم ظهوره بسبب ان هو عنده اصابتين اصلا حقيقيين، ومع ذلك تحمل على نفسه ولعب الماتش بتاعه قدام سموه جو في عرض وورلد اند، وانه كان بيعاني من الم شديد جدا بسبب التمزق اللي حصل له في الكتف، وعنده برضه اصابه في الحوض، والاصابات دي حصلت له لما كان بيلعب الماتش بتاعه قدام جي وايت على بطوله الاي دبليو وورلد تشامبيون في عرض فول جير، والاصابات دي حصلت له بسبب الحركات اللي كان بيعملها في الماتش، وهي لما كان بينط من الحلبه لبره، وتحمل على نفسه وكمل الماتش، وبعد الماتش رفض العلاج وتحمل على نفسه لحد ما جه الماتش بتاعه قدام سموه جو، لان هو علاجه لازم تدخل جراحي، وهو كان رافض حاجه زي كده عشان ما يغيبش فتره كبيره. فهو حاليا في فتره علاجه الاطباء بيقيموا حالته، هل يا ترى يحتاج اعاده تاهيل ولا عمليه جراحيه، لانه لو عمل عمليه جراحيه فهيضطر يغيب مش اقل من 6 ل 9 شهور، لكن لو اعاده تاهيل فمش هيغيب اكتر من شهر او شهرين بالكتير قوي. وام جي اف بالنسبه لاي دبليو توني خان هو من اهم المصارعين عندهم، فاكيد مش هيستغنى عنه بسهوله كده. اخر ماتش هيلعبه ويل اوسبراي في اتحاد النيو جابان برو راسلينج هيبقى قدام اوكادا في عرض اسمه باتل ان ذا فالي، والعرض ده هيبقى يوم 13 يناير، وبعدها ويل اوسبراي هيبقى عقده انتهى مع الان جي بي دبليو، ورسميا هيبقى مصارع من مصارعين الاول اليت ريسلينج، وبعد كده هنشوفه في اتحاد الاي دبليو بينفذ بشكل اسبوعي خلاص. اما بقى بالنسبه لكازوشكا اوكادا العقد بتاعه هيخلص في شهر يناير، وفي منافسه عليه شديده جدا من ناحيه الدبليو دبليو اي ومن ناحيه الاي دبليو، وكل واحد بيحاول يقدم له العرض الاحسن، فلو تريبل اتش عرف يقنعه ويضمه للدبليو دبليو اي فبنسبه كبيره جدا احتمال نشوفه مفاجاه في عرض الرويال رامبل. شيماس بيقول ان هو لسه ليه في الدبليو دبليو اي هدفين نفسه يحققهم، وهو عايز يكسب حزام الانتر كونتيننتال تشامبيون عشان يبقى جراند سلام ويتصدر الحدث الرئيسي لعرض راس المانيا. شيماس مصارع كبير ومصارع متكامل، يعتبر مش ناقصه اي حاجه خالص، وحقق انجازات كبيره جدا في الدبليو دبليو اي، منها انه كسب الالقاب الرئيسيه زي حزام الدبليو دبليو اي وحزام الورلد هيفي ويت تشامبيون، وكسب شنطه ماني ان ذا بانك، وكسب الرويال رامبل في 2012، وكان هيتصدر الحدث الرئيسي لعرض راس المانيا ويلاعب دانيال براين على الورلد هيفي ويت تشامبيون، لكن للاسف اللي كان حاجز المين ايفنت ده كان ماتش ذا روك وجون سينا، فمعرفش يلعب في المين ايفنت بتاع عرض راس المانيا ده، ولعب في الافتتاحيه بتاعت عرض راس المانيا، كان اول ماتش واخد الحزام من دانيال براين ساعتها، وكان لعب ماتش جميل جدا جدا قدام جونسر على حزام الانتر كونتيننتال تشامبيون في عرض كلاش ات ذا كاسل، وكان قدامه فرصه حلوه انه يكسب الحزام ويبقى جراند سلام، لكن ما اعرفش ايه خطط الاداره ساعتها بصراحه ان جونسر يحتفظ بالحزام لحد دلوقتي. وشيماس خلاص العقد بتاعه قرب يخلص، ولسه لحد دلوقتي محدش يعرف هو شيماس هيجدد العقد بتاعه مع الدبليو دبليو اي ولا لا. اتمنى الدبليو دبليو اي يتعاملوا بشكل كويس احسن من كده. ايه هي الخطط الاصليه لرومان رينز في عرض الرويال رامبل؟ وهي ان رومان رينز يلاعب راندي اورتن عادي على حساب الاندسبيوتد يونيفرسال تشامبيون والماتش يبقى فردي، لكن ناس من اداره الدبليو دبليو اي رفضت الفكره دي لان راندي اورتن لسه راجع من الاصابه، اول حاجه تحصل له ان هو يخسر من رومان رينز كده على طول وان هو يتثبت، فعشان كده خلوها ماتش رباعي، واضافوا معاه في الماتش ده اي جي ستايلز وال اي نايت، وقالوا نبقى ناجل فكره مواجهه راندي اورتن ورومان رينز مع بعض بشكل فردي يكون في عرض تاني في المستقبل، وبكده اللي هيتثبت في الماتش الرباعي ده اللي في الرويال رامبل هيبقى يا ال اي نايت يا اي جي ستايلز، المهم اي حد تاني غير راندي اورتن، بحيث ان هم يحافظوا عليه. وبعد الماتش ده لسه هنعرف مصير رومان رينز وذا روك ايه، هل الماتش بتاعهم هيبقى في اليمينيشن تشامبر ولا هيبقى في راس المانيا. وهنا هنكون خلصت، ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. سلام عليكم.